السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين يا رب العالمين. ربنا يجعله شهر خير ويمن وبركات علينا جميعا يا رب. دايما تكونوا بصحة وسلامة وعافية. النهاردة معانا عصير بشكل تاني، بشكل جديد، عصير بتكات وحركات منوعات ست البنات. عصيرنا النهاردة عصير الجوافة بالموز. أنا عندي الجوافة متفرزة في الديب فريزر بتاعي، ما بجيبها وقت ما تكون الأسعار هادية شوية بنقيها بحيث انها تكون الجوافة البيضة اللي هي بتكون لونها ابيض كده وحلو، بتكون طازة. بفرز كل حاجتي، بفرزها حب. انا ما بفرزش الفاكهة عندي غير حب كامل، جوافة كاملة، بحوش يدوب القمع بتاعها اللي فوق بس. البرتقال كذلك وغيره وغيره، والمانجا كذلك. عندنا الجوافة بتاعتنا دي أول مكون من مكونات العصير بتاع النهاردة. زي ما احنا شايفين سبتها خالص لما تفك خالص من التجميد بتاعها، يدوب شايلة القمع بتاعها زي ما احنا شايفين كده. تمام. وعندنا المكون التاني كوبايتين سكر، كوبايتين 2 مج سكر زي ما احنا شايفين كده من سكر التموين الموجود عندي في البيت. والمكون الثالث هو حبيتين موز او صباعين موز مقطعهم قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده. تمام. والمكون الثالث التكة الجديدة في قناتي هو كيس الفانيليا الصغير ده اللي هيخلي العصير بتاعك طعمه مختلف. دي التكة الجديدة اللي هتودي العصير بتاعك في حتة تانية خالص، هتديكي طعم وريحة ما اقولكيش، طعم جديد وريحة جديدة. اول مرة هتدوقيه هيعجبك جدا. هنبدأ مع بعض. اول خطوة بنحط هنا صباعين الموز، بنحطهم في شفشق الخلاط او دورق الخلاط زي ما احنا شايفين. بعد كده بضيف عليهم 2 المج سكر دول، الكوبايتين السكر دول بنضيفهم، ادي كوباية، وبضيف الكوباية التانية. تمام. وبضيف بعد كده بضيف عليهم كيس الفانيليا، بضيف عليهم كيس الفانيليا بتاعي زي ما احنا شايفين كده. ايوه. بعد كده كمان بضيف عليهم حوالي تقريبا كوباية سكر، يعني المية يا دوبك بس ما تكون مغطية السكر والموز زي ما احنا شايفين. لو متوفر عندك كوباية حليب أو كوباية لبن ممكن تضيفيها للخليط ده، وبتتخلط معهم كويس جدا، بتضيف قيمة غذائية عالية وبتديني نتيجة أحلى وأحلى. لكن لو مش متوفر خلاص. هنا بعد ما طحنت الموز بتاعي زي ما احنا شايفين لونه وجماله من غير إضافة اللبن، لو ضفنا اللبن بيبقى طبعا لونه فاتح عن كده شوية. وهنا طحنتهم كويس جدا بحيث ان هم يبقى عصير ناعم جميل جدا ما فيهوش اي تكتلات من الموز. وبعد كده باخد الجوافة بتاعتي بقطعها قطع صغيرة وبضيف لها المية وبطحنها كويس جدا في الخلاط. وبضيف باخدها بصفيها بعد ما طحنتها كويس، وباخدها بضيفها للموز زي ما احنا شايفين. بعد إضافة الجوافة، عصير الجوافة بتاعنا، شايفين القوام بتاعي عندي ما شاء الله، لا تقيل جدا ولا بحبه ان هو يكون خفيف. القوام بتاعي متوسط، بحبه يكون كده. طبعا لو احنا ضفنا الكوباية اللبن بتزيد الدسامة والجمال والطعامة بتاعة العصير. مش متاح خلاص، ما بنقفش عند حاجة معينة، لكن هو كده طعم ما اقولكيش احلى من عصير اللي بتشربيه في افخم المطاعم وافخم الكافيهات. هتتلاقيه طعم مختلف جدا. لو احنا شفناه، لو احنا دقناه هتتلاقي طعم ما اقولكيش، طعم جديد مختلف. جربيه ومش هتندمي. لو عجبك الفيديو بتاعي اعملي لي لايك واعملوا لي كومنت حلو كده زيكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.